السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني. طبعا الفيديو بتاعنا بنبتديه كالمعتاد ان احنا اول حاجة بنصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تاني حاجة ان احنا بندعو لاهلنا واخواتنا في فلسطين وولادنا ان ربنا ينصرهم يسترهم ويكبر بخاطرهم، امين. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده بقى ان شاء الله جايين ندردش مع ابطال الثانويه العامه. وهنا ابطال الثانويه العامه مش بطل واحد، ده كذا بطل. ابتدي اول حاجه ان احنا نتكلم عن ابطال الثانويه العامه اللي هم اولياء الامور. دول بجد ابطال، يعني ربنا يبارك لهم ويسعدهم ويحفظهم يا رب. ابطال لانهم كانوا دايما واقفين سند وظهر لاولادهم في الثانويه العامه، كانوا موفر لهم الامان النفسي والمعنوي، طبعا بجانب الامان المادي اللي هي الفلوس اللي هم يحتاجوها في الدروس والمصاريف والكلام ده كله. دول بجد ليهم تحية كبيرة جدا، ودول ناس عظيمة. يعني طبعا كلنا عارفين ان تكلفة دروس الثانوية العامة كبيرة جدا، وبالرغم من كده هنلاقي ان الاهالي قدروا يتخطوا العقبة ديت في ظل الظروف اللي احنا عايشينها. فطبعا هنلاقي اولياء الامور قدروا الحمد لله ان هم يتخطوا حاجه زي كده، اللي مثلا كل واحد حسب ظروفه الماديه، اللي كان مثلا عامل جمعيه كبيره ومخليها للدروس، وقبل ما السنه الدراسيه بتاعت الثانويه العامه تخلص او حتى في نصها كان عامل جمعيه تانية، وهكذا. وما حسسوش اولادهم ابدا بالمدى اللود المالي اللي هم بيتحملوه، كل ده علشان بس اولادهم يحققوا اللي نفسهم فيه. فدول بجد تحيه كبيره ليهم جدا، وربنا يباركهم ويسعدهم ويصلح حالهم وحال ولادهم وحال ولادنا كلنا يا رب. نتكلم برضو عن ابطال تانية من الثانويه العامه، ولادنا اللي هم بجد والله انتوا عظماء، انتوا ناس جميله جدا، انتوا تستحقوا ان شاء الله ربنا يحقق لكم كل اللي نفسكم فيه. طبعا هنلاقي ان في بعض الطلبه اللي هم تبع طلبه الثانويه العامه اللي كان بيبتدي من شهر 7، اللي بيبتدي من شهر 8 الدروس بتاعته، علشان يعني قعد سنه بياخد دروس ويدفع فلوس دروس لمده سنه عشان يحقق الامل او الهدف بتاعه. ده مش كده وبس، ده في للاسف طلبه من تانية ثانوي مجرد ما بيخش يتخصص انا عايز ابقى علمي ولا اكون ادبي، بيبقى شايل يعني هم الحلم بتاعه ان هو هيحققه ازاي وازاي يوصل للحلم. فطبعا برضو انتوا ليكوا يا ولادي كل التحية والتقدير، خصوصا ان انتوا تعبتوا جامد جدا، تعبتوا نفسيا، تعبتوا معنويا. الامتحانات اللي كنتوا بتخشوا تشوفوها، الاجابات، الكلام ده كله. في ظل بقى الامتحانات اللي انتوا كنتوا بتشوفوها، جالي كام تعليق من ولادي في ادبي كانوا بيعتبوا عليا ان انا ما اتكلمتش عن امتحانات ادبي. بجد انا انا متاسفه ان انا ما اتكلمتش عن الامتحانات بتاعتكم، والدروبات برضو اللي كان فيها، التركات اللي كان فيها. يعني امتحان الجغرافيا مثلا اللي كان مليان خرايط ومعظم الخرايط ما كانتش واضحه، حقكم يا ادبي. علم النفس والاجتماع اللي كان برضو فيه بعض التركات اللي برضو ان شاء الله هتعدي على خير. التاريخ اللي كان دسم شويه وكان محتاج وقت اكتر، برضو ان شاء الله هيعدي على خير. بس انا بجد والله انا شفت اولاد علمي في امتحان زي امتحان الفيزياء سابوا الاسئله المقاليه كمان تماما، ما حلوهاش، سابوا الورقه فاضيه، ما كتبوش فيها اي حاجه غير مجرد البيانات بتاعتهم. لا الوقت قضى، والامتحان زي ما احنا عارفين كان فيه تريكات جامده جدا. فكانوا بجد مش بنات بس، ده انا شفت بنات واولاد منهاره. فطبعا كل التحيه والتقدير لاولادنا بتوع طلبه علمي وطلبه ادبي، ويا رب كده بتوع ادبي ما يزعلوش مني لما قلت حقيقة على التركات اللي هي كانت الامتحانات بتاعتهم: جغرافيا، علم نفس واجتماع، وتاريخ. طبعا العربي ده للكل، ادبي وعلمي كان ما شاء الله. فاكرين كلمة تتلظى؟ اوكي، نرجع بقى لمرجوعنا. ده احنا حيينا ابطالنا، ابطال الثانوية العامة، الاهالي واولادنا، وان شاء الله خير يا ولادي، وان شاء الله برضو ربنا مش هيضيع تعبكم. عايزة بقى اقول لكم على حاجة بجد والله لازم الكل يحطها في دماغه. هو اكيد الاهالي عارفينها بس اولادنا هم اللي مش عارفينها، ان الثانويه العامه دي عمرها ما كانت تحديد مصير، عمرها. واللي يقول لك كده بجد والله يبقى يعني انا اسفه ما يعرفش اي حاجه في الحياه العمليه او العلميه. الثانويه العامه دي انا عايزاكم تاخدوها، ولادنا بقى اللي برضه مصممين يخشوا ثانويه عامه او خلاص دخلوا ثانويه عامه وكده، عايزاك تحط في دماغك ان الثانويه العامه دي عمرها ما كانت تحديد مصير.
وما تاخدهاش على نفسيتك قوي كده وعلى قلبك كده قوي. الثانويه العامه دي مرحله زي اي مرحله، زي الابتدائيه زي الاعداديه وهكذا. انت بتعمل اللي عليك، بترضي ربنا، بتذاكر كويس، بتحل امتحانات كويس وهكذا. ده ما عملت اللي عليك ارمي بقى توكلك على ربنا. عمر ما ربنا سبحانه وتعالى بيضيع تعب حد، بالعكس انت بتتعب ربنا سبحانه وتعالى بيديك اضعاف اضعاف تعبك. فحته ان الثانويه العامه دي تحديد مصير، كذب كذب. ان شاء الله ان شاء الله النتيجه بتاعتكم هتظهر، وان شاء الله كلكم بالاهالي كلهم هيفرحوا، وان شاء الله التنسيق هيجي وهتخش الكليه اللي ربنا سبحانه وتعالى شايفك فيها صح. اوعى تزعل على اي حاجه، انت عملت اللي عليك، اهلك عملوا اقصى 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 ما يقدروا عليه، وانت اكيد عملت اقصى ما تقدر عليه. فلما يجيلك التنسيق بتاعك والله اوعى تزعل، لا قدر الله لو ما جالكش اللي انت عايزه، يبقى اكيد ربنا سبحانه وتعالى شايفك في حته تانية احسن، شايفك في مكان احسن، شايل لك خير كبير جدا. وعلى فكره يعني انت بتدرس في المدرسه حاجه، بتخش الكليه حاجه، والمعظم بيخرج يشتغل حاجه تالته. فيعني مش الكليه بتاعتك او الثانويه العامه بتاعتك هي اللي هيحددوا المصير بتاعك. وفي ناس كتير جدا انا عارفاهم دخلوا كليات ما كانوش هي دي الكليات اللي هم عايزينها، بس بسم الله ما شاء الله درسوا وخرجوا من الكليات واشتغلوا وبقوا فرحانين وبقوا حقيقي يقولوا طب احنا لو كنا دخلنا الكليه اللي احنا كنا عايزينها كنا هنفرح نفس الفرحه ديت، كنا هنحقق اللي احنا حققناه ده. فعشان كده بقول لك عمر ما كانت الثانويه العامه سنه لتحديد المصير. خدها سنه زي اي سنه، خلاص انت عملت اللي عليك، انت ما قصرتش، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هيجازيك كل خير على اللي انت عملته، انت واسرتك، انت واهلك. ان شاء الله ان شاء الله كده نخش الكليه اللي احنا ربنا كاتبها لنا ان شاء الله، وبرضه هنشتغل على نفسنا فيها. وبرضه ان شاء الله لما هنخرج من الكليه هنلاقي فرص شغل كتير جدا. يعني فاهم يعني مش ما دام ما دخلتش الكليه دي يبقى انا كده خلاص مستقبلي ضاع، انا مش هشتغل، انا الكلام ده كله بالعكس. هتلاقي فرص كويسه جدا وهتشتغل شغل كويس جدا، وربنا ان شاء الله زي ما بقول لك ودايما بقول لكم وبكتب لكم خير ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش تعب حد. تاني يا اولادنا انا عايزاك يعني تحمد ربنا، واحنا طبعا دايما بنحمد ربنا على كل حاجه بيجيبها لنا وبيعملها لنا. انت ما قصرتش، اهلك في الاول وفي الاخر برضو ما قصروش، كل اهل بذلوا اللي هم يقدروا عليه عشان يسعدوا ولادهم ويحققوا لهم اللي هم عايزينه. انت عملت اللي عليك فخلاص دورك لحد كده خلص. ربنا بقى سبحانه وتعالى هو اللي بييسر لنا الامور، هو اللي بيشوف لنا ايه الصالح لينا، ايه احسن حاجه لينا. فاي حاجه هتحصل احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى. تاني اي حاجه هتحصل لنا احنا بنحمد ربنا، احنا ما قصرناش، احنا ذاكرنا. وخصوصا الناس اللي ابتدوا في 7 دروس و8 والكلام ده كله، اللي كان نفسه يخش كليه طب، واللي كان نفسه يخش كليه هندسه، اقتصاد وعلوم سياسيه، اعلام، كمبيوتر ساينس، الحاجات دي كلها، كل ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي فيه خير ده اللي ربنا هيديهولك، مش اللي انت عايزه. انت ممكن تكون عايز حاجه ربنا مش شايفها خير ليك، فاهدى بقى، انت عملت اللي عليك، انت كتر خيرك جدا، والاهل انتوا كتر خيركم جدا، انتوا عملتوا اللي عليكم. وان شاء الله ان شاء الله الكل ربنا هيفرح قلبه، والكل ربنا سبحانه وتعالى هيديله احسن ما كان نفسه فيه واحسن ما كان بيتمنى. انا مش عايزه كل التكات وكل الحاجات اللي كانت بتحصل في امتحانات الثانويه العامه تاثر فيكم. انتوا خلاص الحمد لله السنه دي خلصنا منها بحلوها بمرها بكل حاجه، ارميها ورا ظهرك ولا تبص لها ولا تاثر فيك ولا تاثر في الخطوه اللي بعد كده. انا عايزاك انت خلاص ناقص لك امتحان او امتحانين، خلاص اهدى بقى، نعمل كده هدنه محارب، استراحه محارب عشان نستعد اللي جاي. ما تخليش اللي فات ياثر على اللي جاي. دايما كنت اقول كده، ما تخليش اللي فات ياثر على اللي جاي. دايما ان شاء الله ليكم كلكم الجاي احسن. ومقدما انا بقول لكم الف الف مبروك يا اولادي، وان شاء الله خير، وان شاء الله ربنا يفرحكم ويفرح قلبكم انتوا واهلكم اللي تعبوا معاكم. الاهالي بجد والله يا ربنا يا رب يسعدكم ويبارك لكم ويحفظكم على التعب. والسنه اللي هي بتعتبر حقيقي سنه 12 شهر انتوا تعبتوا فيها نفسيا وماديا، وحاولتوا الى اقصى حاجه اللي انتوا توفروا لاولادكم اللي هم محتاجينه. شكرا لابطال الثانويه العامه، شكرا جدا ليكم، وربنا يا رب يسعدكم ويحقق لكم كل اللي نفسكم فيه.